النهارده هنعمل مع بعض وصفة سريعة طريقتين للحليب المحلى المكثف. بنحتاجه كتير في حلوياتنا، حبيت اعمله معاكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. حاجة هنستعمل كوباية من اللبن البودرة وكوباية من السكر البودرة، وتكون الكوباية المعيارية واحدة، ونص كوباية من اللبن الدافي، ومعلقة من الزبدة، وده اختياري بس بحب اضيفها عشان بتدي طعم حلو قوي للحليب المكثف. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل فيها باللبن، وبعدين معلقة الزبدة عشان تدوب معانا، والسكر البودرة واللبن البودرة. نضربهم كويس لغاية لما الزبدة تدوب وكل المكونات تدوب مع بعض، وممكن نستخدم المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي. بعد كده هنحطه في التلاجة مش اقل من ساعتين، هيطلع معانا قوام تقيل ولونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده. تاني وصفة، هنجيب كوبايتين من اللبن وتلات ارباع كوباية من السكر ومعلقة من الزبدة، وده اختياري. هنقلب السكر لغاية لما يدوب في اللبن، نفضل نقلب في اللبن لغاية لما يسخن معانا، وبعد كده هنخليه على نار متوسطة. نضيف عليه نص معلقة من الفانيليا البودر او السايلة حسب رغبتكم، وهنفضل نقلب ونخلي بالنا من اللبن لغاية لما اللبن نحس ان هو لونه اصفر وابتدى يتقل معانا ويعمل فقاعات زي ما انتوا شايفين كده. ومدة غلي اللبن هتاخد من نص ساعة لتلتين ساعة. ده شكله بعد ما جهز معانا، وهنحطه في التلاجة مش اقل من 3 ساعات عشان بيكون سخن. ده بعد ما طلعناه من التلاجة هنلاحظ ان قوامه اخف ولونه اصفر. الطريقتين احلى من بعض، جربوها وبالهنا والشفا.